لي ميساج عندي البارح ما حبوش يحبسوا بعد ما شفتوا هاد لو غاتو عندي في ستوري. على بالي كامل تحبوه غاتو كاستيل ولا حلوه الكاستيل المعروفه. على بالي كاين بزاف اللي يحبوها ويحبوا يديروها في الدار. اليوم درتها لكم بطريقه سهله تقدروا كامل ديروها لمناسباتكم افراحكم وبنتها كالعاده لهبال تاع الدنيا وسهله مهله. الحاجه الاولى اللي نديروها هنا في ريسيبيون درت 6 تاع بياض البيض مع قرصه تاع الملح، ونروح نجيب 250 غرام تاع السكر العادي نبدا نضيف فيه على هذاك البياض ومام راني نخلط بالبيتخان بهذه الطريقه حتى من تخلص لي كامل الكميه ونتحصل على قوام يكون كثيف هكذا موغانغ تكون طالعه مليح مع تخلوها تخلط. بالنسبه للنواشف هنا في ريسيبيون درت 270 غرام تاع كاوكاو محمص ومرحي، ودرت معاه 100 غرام تاع الفارينه بلس 25 غرام تاع المايزين، ودرت معاهم قيس مغرف صغيره معمره مليح تاع لافاني خلطتهم بجيه. ونروح نجيب هذاك البياض البيض بعد ما طلع لي مع السكر هذاك الخليط تاع النواشف ندخلوه على 3 دفعات وممتون نخلط من الفوق للتحت بلا ما تهبطوا هذاك الخليط سيو ما تهبطوهش بزاف. هنا نروح نجيب السنيوه تاعي اللي كنت درت فيها بابي كويسون نحط فيها الخليط اللي كنا خلطناه غير بالعقل كما قلت لكم ونمشيه مليح بهذه الطريقه. ندخلوه على فرن مسخن من قبل على 180 درجه يا ربي يدي لكم بين 18 حتى 20 دقيقه. وراح نكتب لكم تحت الفيديو ملاحظه لازم تشوفوها على طريقه. بالنسبه للكريمه اللي تجي بزاف بنينه في كاسرونه درت نص لتر تاع الحليب زدت معاها 6 صفر هذاك تاع البيض اللي كان قعد لنا، 2 مغارف كبار تاع المايزينا لافاني، زدت معاها 3 ولا 4 مغارف كبار تاع السكر نحطهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين تعقد لي. نحطها هنا في ريسيبيون ونغطيها اون كونتاكت ونخليها تبرد مليح. شوفوا البسكويت تاعي بعد ما طاب نحي له الحواف نخليه يبرد مليح نقسمه بالتساوي على نص بهذه الطريقه معناتها يخرج لي 2 مورسو. ودائما البسكويت تاعكم غطوه. هنا كيما راكم تشوفوا نروح نجيب الكريمه بعد ما بردت حطيتها هنا في الريسيبيون نزيد عليها 2 مغارف كبار تاع هاد لاك خام البنينه تاع المرجان بزبده الفول السوداني تجي كريميه بنينه بزاف. راح ندير منها 2 مغارف يكونوا كبار. شوفوا لا كولور تاعها والقوام تاعها شحال شباب. نحطهم مع هذيك الكريمه نخلطها مليح بالبيتران ولا بالباتور كيما حبيتوا حتى من تعاود يولي لي قوام كريمي. نبدا نضيف في المارغرين ولا الزبده اللي تكون بدرجه حراره الغرفه. من الافضل تستخدموا هذيك المارغرين اللي تجي بيضه ولا الزبده العاديه. الكميه تاع المارغرين البيضاء اللي استخدمتها انا هي 320 غرام قعدت نضيفها غير بالعقل وممتوره هي تتخلط بالبيتران مليح حتى نحصل لهذا القوام. نبدا في المونتاج ندير الطبقه الاولى تاع البسكوي بعدها الطبقه تاع الكريمه نزيد طبقه واحده اخرى تاع البسكوي ونغلقها من الفوق بالكريمه ندير اون كوش تكون شويه خشينه. وشوفوا هذه الكريمه تجي بزاف بنينه وهايله. واللي ما يحبش طبقه تكون خشينه تاع الكريمه بين الطبقات يقدر ينقص. هنا من الفوق درت لهم لوز ايفيلي اللي كنت حمصته ولا كاوكاو ايفيلي كيما حبيتوا اللي يكون محمص وندخلها تبرد مليح في الفريجيدار. انا شوف خليتها تبرد ليله كامله باش قطعتها واللي يكون مزروب يدخلها للكونجيلاتور يا ربي نص ساعه ويقطعها. كيما راكم تشوفوا هنايا قطعتهم قدمتهم بهذه الطريقه. درت لهم الفوق هذيك لاكريم تاع الكاوكاو تاع المرجان اللي راح تزيد لنا النص في هذا لو غاتو تاع الكاستيل. وبصحتكم.